احذر من أهم 3 أخطاء بنقع فيها مع ولادنا في التربية. الأخطاء دي بتزرع عندي شخصية ضعيفة ما عندهاش ثقة بالنفس، بتزرع دايما شخصية عندها احتياجات غير ملباة، بتزرع دايما في نقص من جوايا مش قادر أحط إيدي على السبب، والسبب عندي في التربية من الصغر بنعملها غصب عننا وبطريقة غلط بتأثر بالسلب على ولادي. أول حاجة عندي وأول خطأ عندي وهو احتياج الأمان. ابنك أو بنتك بيدوروا دايما على الأمان، وده الاحتياج الأساسي عندي جوه البيت مع الأب والأم. لو ما لقوش احتياج الأمان عندي ملبى بيبدأ يدور عليه بره البيت. فأول حاجة الأب والأم للأسف بيعملوها بيدوروا على الاحتياج المادي، إن أنا دايما عمال شغال، إن أنا عمال أدور إن أنا أسد الاحتياجات المادية، إن أنا أأمن مستقبل ولادي، وناسي الجزء النفسي والمعنوي اللي بيأثر بالسلب هو الأساس في تربية ابني أو بنتي، وبننشئ جيل متحطم نفسيا بسبب احتياج الأمان. يبدأ يدخل علاقات يفشل في العلاقات لأنه داخل بيدور على احتياجات هي ناقصة عنده، فبالتالي كل علاقة بيدخل فيها يفشل فيها، وده بسبب عندي احتياجات موجودة من الصغر أنا ما لبيتهاش لابني أو بنتي. دايما هو عنده احتياجات ما تلبتش من الصغر، فبيبدأ يدور على احتياجاته دي في العلاقات. فده رقم 1، الاحتياج الأمان. مهم جدا إن أنا أنمي الجانب النفسي والمعنوي، اشوف ابني ايه اللي مزعله، ايه اللي مضايقه، اهتم بمشاعره، اهتم بالامان، انا الامان ليه، انا الحب ليه، انا مصدر كل حاجه. فيبدا يتنمى ده عنده من جوه، فيبدا انا عندي خلاص انا لبيت احتياج الامان، فمش محتاجه ادور عليه بره. فده رقم 1. رقم 2، المقارنات السلبية. طول الوقت أنا عمالة أقارن ابني أو بنتي بالناس اللي بره. شوف ابن خالتك حصل له كذا، شوف صاحبك وصل لكذا، شوف، وابدأ اخد أقل حاجة موجودة في ابني وابدأ أقارنها بأعلى حاجة موجودة في الناس اللي بره. هتخلي عند ابنك طول الوقت هو عنده نقص، عمره ما هيبدأ يشوف نفسه إنه كويس أو عنده قدرات ومهارات، لأن هو اتزرع فيه ده من الصغر. فأنت المسؤول إنك تدور وتنمي عنده مهاراته وقدراته، أنت المسؤول إنك تبدأ تخليه يحس إن هو شخص ليه قيمة، وإنه عنده حاجات هي مش موجودة عند الناس اللي بره. عندك موهبة ربنا خلقها فيك مش موجودة عند الناس اللي بره، وتخليه يبدأ يدور على قدراته ومهاراته وينميها. رقم 3، النقد الهدام. طول الوقت عمال ابني اي حاجة بيعملها انا بسعى دايما للكمال مع ابني، فطول الوقت لا مش عاجبني ده، لا كنت لازم تعملها كذا، لا 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 لا, لا انت لازم تعمل كذا عشان الناس تشوفك كذا. فدايما بسعى للكمال والمثالية مع ابني او بنتي، ودايما عندي نقد هدام. كل ده بيولد شخصية ضعيفة. خلي بالك من ال3 أخطاء دول، وابدأ عيد ترتيب حساباتك تاني مع ابنك أو بنتك، لأن هم بياخدوا أمانهم وثقتهم بنفسهم من خلالنا إحنا في البيت. فابدأ شوف لو في أخطاء عندك في التربية راجعها تاني، وقرب من ابنك أو بنتك عشان تكسب ولادك وتبني فعلا جيل انت تعبان عشان الجيل ده. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جدا.